يدخل المنتخب التونسي هذه المباراة بهدف تأكيد تفوقه وتحقيق فوز يعزز مسيرته في التصفيات. التشكيلة المتوقعة تبدو متوازنة بين الخبرة والطموح، لكنها تتطلب تركيزا كبيرا لتفادي أي مفاجآت غير سارة. في حراسة المرمى سيكون أيمن دحمان الخيار الأول، مستفيدا من أدائه المستقر. ومع ذلك فإن الضغط الهجومي من المنافس قد يشكل اختبارا حقيقيا لقدراته على التصدي والتعامل مع الكرات العالية. في خط الدفاع يتكون الرباعي من غربال على الجهة اليمنى، وثنائي القلب ديلاني برون ومنتصر الطالبي، مع علي عابدي على الجهة اليسرى. ورغم الانسجام الجيد بين برون والطالبي، إلا أن سرعة الهجمات المرتدة قد تشكل تهديدا في حال لم يكن هناك تمركز دفاعي محكم. في وسط الميدان يتولى عيسى العيدوني دور الارتكاز، مدعوما بالثنائي حنب علي المجبري ومحمد علي بن رمضان. يتميز هذا الثلاثي بالقوة البدنية والضغط العالي، لكنه قد يواجه صعوبة في التحولات السريعة إذا فقد الفريق السيطرة على الكرة. في الهجوم يعول المنتخب على الياس عاشوري في الجهة اليسرى وعمر العيوني في الجهة اليمنى لدعم سيف الدين الجزيري في قلب الهجوم. ورغم امتلاكهم للمهارات الفردية، إلا أن استغلال الفرص أمام المرمى سيحدد مدى نجاح الفريق في هذه المباراة. المنتخب التونسي مرشح فوق الورق لتحقيق الفوز، لكن عليه التعامل بجدية مع اللقاء وعدم الاستهانة بالمنافس. ما هي توقعاتكم لنتيجة المباراة؟